الاختيار بسرعة عشان أنا متأخرة جدا. أولا إيه رأيكم في لفة الخمار؟ ده خمار ماليزي، وأنا فخورة باللفة علشان أنا عملتها مهوية كده من هنا شوية، وده أصلا خمار ماليزي، فأنا مش بعرف أعمله يعني مش بعرف أعمل اللفة دي غير بالطرحة. هي بتبقى لوس كده شوية، فأنا مبسوطة والله. فإن شاء الله إن شاء الله هنزل لكم اللفة دي واللفات اللي فاتت. المهم نختار، عشان أنا بقالي فترة كبيرة مش بلبس غير أسود. أنا أول يوم تقريبا ألبس نقاب أي لون تاني غير الأسود من أسبوع مثلا، وده مش أنا. يعني في المعتاد ده مش انا في المعتاد بلبس الوان، فمش فاهماني، بس الاسود اريح. المهم قدامنا تو اوبشنز. هل هو الجو دلوقتي حر ولكن بالليل هيبقى ساقع، بغض النظر عن صوت القطه اللي عماله تنونو عشان عندي قطه صغننه. المهم ده الاختيار الاول. هنخلي الطقم ايه؟ المهم هنخلي الطقم كده فاتح شويه، لان ايه هيبقى ده كده الاختيار الاول. نيجي بقى للاختيار التاني. بنسبة كبيرة هعمله أصلا. أنا جبت شال أسود كده امبارح، فرد عشان بحبه، بس جبته فيه نقشة كده شوية، فاهمين؟ المهم مش عارفة أنا بلفه كده ليه، بس عشان مستعجلة بجد. تمام. مش عارفة. الاتنين تحفة. الاتنين تحفة، بس ده ستو مش عارفة، حاسة إن الطقم كده أقيم شوية عشان أنا بحب الحاجات الفرو عموما. فكده مثلا، ولا ألبس الفاتح؟ مش عارف. مش عارف، بس بنسبة كبيرة هنزل كده عشان خلينا في الغوامق. كفاية الفاتح اللي أنا لابساه. بس نكتفي بهذا القدر. قولوا لي رأيكم في الكومنتات وسلام. آخر حاجة، النقاب والخمار جوانتي متوفرين عندي في البراند في سماي ستور، وإن شاء الله هنزل لكم ملف إن شاء الله إن شاء الله والله. بس أعمل إيه طيب؟ عندي شغل مش لاقي وقت والله العظيم أصور. فسلام.